الأهلي يعلن بشكل رسمي عن تغريم إمام عاشور مليون جنيه بعد تسريب الأمر للإعلام، ومصدر يؤكد أن محمد رمضان المدير الرياضي كان يريد الإعلان عن العقوبة فور حدوث الواقعة، لكنه لم يكن يريد أن يعكنن على الجماهير في ليلة الاحتفال بالقضية. ممكن مصدر مقرب من عائلة إمام عاشور يؤكد أن والد اللاعب انزعج بشدة مما فعله نجله وعاتبه بشدة بسبب تصرفه، وأكد له أنه لم يكن هناك أي داعي لما فعله، خصوصا أنه يشارك باستمرار والجهاز الفني يثق فيه بشدة، وكان سيعيده بشكل طبيعي للتشكيل في المباراة القادمة. محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي يشترط اعتذار إمام عاشور لمحمد الشناوي وأحمد نبيل كوكا وجميع أفراد الفريق للسماح له بالعودة للتدريبات الجماعية مجددا، وذلك بعدما تصرف بشكل غير لائق مع الثنائي الذي حاول تهدئته بعد المباراة الأخيرة وخروجه غاضبا من عدم المشاركة في المواجهة. ومصدر يؤكد أنه لا صحة لكل ما أثير عن واقعة الأتوبيس التي روج لها البعض، ولا صحة أيضا لكل ما أثير عن رفض إمام عاشور الامتثال لقرار منعه من التدريب. ويؤكد أن اللاعب خاض تدريبات منفردة اليوم في النادي وينوي تقديم اعتذار لزملائه في التدريبات غدا. وكهربا يتوسط له لدى الشناوي حتى يتقبل قائد الفريق الاعتذار وتنتهي تلك القصة. نجوم الأهلي السابقين والنقاد الرياضيين ينتقدون إمام عاشور بشدة بعد أزمته مع الشناوي وأحمد نبيل كوكا والتي غرم بسببها مليون جنيه، وبعضهم يؤكد للاعب بأنه ليس أكبر من النادي ومثله مثل أقل لاعب في الفريق وليس كبير على الجلوس بديلا، وإذا كان يرى غير ذلك فباب النادي يفوت جمل والنادي لا يمكن أن يقف عليه. إمام عاشور يكتفي بنشر صورة له مع نجلته كتالية دون أي تعليق على ستوري الانستجرام بعد توقيع الأهلي عليه غرامة ضخمة. صفحات نادي الزمالك تحاول تضخيم أزمة إمام عاشور والشناوي وتروج لأكاذيب بأن اللاعب تعدى على قائد الفريق، رغم أن كل ما حدث من إمام عاشور هو التحدث بصوت مرتفع بسبب عدم مشاركته في المباراة، وردوا بشكل لا يليق على قائد الفريق الذي كان يطالبه بالهدوء وعدم إثارة مشكلة بعد المواجهة الأخيرة، ودفع يد زميله أحمد نبيل كوكا بشكل قوي بعدما كان يضعها على فمه حتى لا يخطئ ولا يصدر منه أي شيء يضره. رابطة الأندية تعلن إقامة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري 7 يناير المقبل بعدما اضطرت على تأجيلها بسبب التعديلات التي أجراها الكاف على موعد مباراة الأحمر أمام شباب بلوزداد الجزائري. رابطة الأندية تحدد 10 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة الأهلي أمام إنبي في كأس الرابطة، رغم إعلان الأهلي سفره هذا اليوم إلى قطر لخوض مواجهة نصف نهائي بطولة الإنتر كونتيننتال، والأهلي يعرض على كولر الأمر لمعرفة إمكانية خوض المباراة قبل السفر أم الانسحاب من تلك البطولة مثل الأعوام الماضية. ريال مدريد يعلن إصابة كامافينجا في الساق اليسرى وغيابه لمدة 3 أسابيع عن الفريق لتتأكد صعوبة لحاقه بمواجهة الأهلي المحتملة في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال. الجهاز الطبي للنادي الأهلي يمنح أشرف داري الضوء الأخضر للانتظام في التدريبات الجماعية بعد مباراة البنك الأهلي بعد تخلصه تماما من الإصابة رغم التحسن الكبير في حالة اللاعب. الجهاز الطبي والفني يرفضون بشكل قاطع الاستعجال في عودة أسامة أبو علي للمشاركة في المباريات لتجنب تعرضه لأي انتكاسة جديدة قبل مباريات الإنتر كونتيننتال. الأهلي يصل للمرحلة النهائية من المنافسة على جائزتي أفضل نادي في الشرق الأوسط وأفضل نادي في العالم في استفتاء جلوب سوكر بعد المنافسة الشرسة مع الريال والنصر السعودي على الجائزتين. المدير الفني لفريق أورلاندو الجنوب أفريقي يؤكد أن النادي الأهلي هو المرشح الأول للتتويج بدور الأبطال الموسم الحالي مثل المواسم السابقة، لكنه لن يكون منافس سهل للأهلي في الجولة القادمة من دور المجموعات، وسيحاول استغلال إقامة المباراة على ملعبهم لتحقيق فوز جديد استاد أبيجان الإيفواري. كنا متوترين للغاية في مواجهة الأهلي الأخيرة ولم ندخل في أجواء المباراة إلا في الشوط الثاني، ونجحنا في تعديل الأمور كثيرا وتسجيل أهداف. سجلنا هدفين في القاهرة وهذا أمر لا يصدق، ولكن في النهاية خسرنا المواجهة، لذلك لدينا مشاعر مختلطة. مباراة الإياب ستكون مباراة جيدة وصعبة لكنها مختلفة عن مباراة الذهاب تماما، لذلك سنستعد على أمل أن يكون اللاعبين في حالة جيدة ذهنيا وبدنيا لها. رئيس البنك الأهلي ينفي كل ما يصار حول إقالة طارق مصطفى من تدريب الفريق حال الخسارة من الأهلي بالدوري واستمرار تراجع النتائج، ويؤكد أنه لن يتعامل مع المدرب بالقطعة. صحيفة ديلي ميل الإنجليزية: الأندية السعودية مستعدة لجعل صلاح أعلى اللاعبين أجرا بالدوري السعودي ومنحه راتب أكبر من 177 مليون جنيه استرليني في الموسم والذي يحصل عليه رونالدو في النصر حاليا لإقناعه بالتواجد معهم.
اللاعب الجزائري يسري بازوك لاعب الرجاء المغربي يطالب بفسخ عقده مع النادي بسبب وضع الإدارة خريطة المغرب على قميص الفريق في ظل وجود أزمة مع بلاده. منتخب مصر يتراجع 3 مراكز في التصنيف الدولي ويصبح في المركز 33 ويحافظ على مركزه الثالث إفريقيا. محمد عبد المنعم يعود للظهور في قائمة نيس الفرنسي لمباراة رينجرز الاسكتلندي في الدوري الأوروبي بعد تخلصه من الإصابة. زيزو وعمر جابر ودونجا ومحمود حمادة رباع المصري والزمالك يزينون التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية. هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الجديد يفاضل بين خبير تحكيم ألماني وآخر إنجليزي تمهيدا لتعيين أحدهم رئيسا للجنة الحكام الفترة القادمة بدلا من ياسر عبد الرؤوف. محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق بعد سؤاله من الأفضل مانويل جوزيه أم مارسيل كولر: لا يوجد من أفضل من وجوزيه كان معه نوعية لاعبين بتتكلم كورة وكانوا يوفرون له لبن العصفور بعكس كولر اللي منشفينها عليه، ولكن حظ كولر ان المنافسة في الدوري وافريقيا ما بقتش زي زمان. جوزيه فتحوا له الخزن وجابوا ليه لاعيبة من افريقيا من كل مكان، واعتقد ان كولر افضل لانه معه نوعية لاعبين اقل ولم يدعموه بلاعبين اقوياء، وعشان كده بقوله انه افضل من جوزيه. فالاهلي لم يوفر له ما وفره له جوزيه، ومع ذلك يحقق بطولات عديدة وارقام تاريخية. فايلر هو افضل مدرب تولى القيادة الفنية للاهلي اخر 10 سنوات، وتجربته كانت قليلة ولكن بصمتها وضحت على فترة موسيماني لأكثر من عام، والبطولات التي حققها موسيماني كانت بسبب العمل الذي قام به فايلر في الفترة التي قضاها مع الأهلي، ولو كمل كان هيبقى زي كولر تماما، والاتنين شبه بعض وستايل واحد.